السلام عليكم، ازيكم يا احلى واغلى بنات في الدنيا؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم ميادة. فيديو النهارده يا بنات وصفه سهله جدا، وصفه متجربه ونتيجتها رائعه جدا بمكونين 2 بس. شعرك هيطول، وكمان لو في فراغات في شعرك الوصفه دي هايله جدا، بتملى الفراغات، وكمان لو شعرك بيتساقط هتمنع التساقط. وصفه ممتازه جدا يا بنات ونتيجتها هايله وبتبان في اسبوع واحد بس. قبل ما نبدأ في الوصفة بتاعتنا، لو عجبك الفيديو ده وأول مرة تشوفي القناة ما تنسيش الاشتراك عشان يوصلك كل جديد. زي ما انتم شايفين كده بنات، انا معايا بصلة. كل اللي هنحتاجه بصلة حمراء وفازلين. ليه بصلة حمراء؟ البصل الاحمر يا بنات فيه فوائد كتير جدا وغني بالفوائد وهيستفاد منها شعرك جدا. هنحتاج بصلة حمراء. البصلة هناخدها ونقشرها ونغسلها، انا غسلتها وقشرتها. هنحتاج بقى يا بنات ان احنا نقطع البصلة دي، هنقطعها كده في طبق. هقطعها قطع صغيرة زي ما انتم شايفين كده، هنقطعها مع بعض. هنقطع البصلة دي يا بنات عشان هنضربها في الخلاط، فعشان كده عايزة اقطعها قطع صغيرة. البصل لو انتي حابة ان انتي تبشريه ممكن انتي تبشريه كمان. انا هقطعه وهضربه في الخلاط، اسهل ليا بسرعة بدل ما ابشرها. لو حابة تبشريه ممكن انتي تبشريه. انا كده بنات قطعت البصل اهو قطع صغيرة. احط بقى على البصله بتاعتي دي شويه ميه صغيرين كده يا بنات، وهضربها في الخلاط وارجع لكم تاني عشان نكمل بقيه الوصفه بتاعتنا. كده يا بنات انا رجعت لكم تاني، ما ضربت البصله في الخلاط. انا جبتهم كده في كوبايه، هصفيهم بقى يا بنات. هجيب بوله وهجيب مصفى تكون ضيقه شويه. هصفي بقى البصله بتاعتنا دي، هصفيها كده يا بنات زي ما انتم شايفين، وهنزل كل حاجه موجوده كده. خلاص يا بنات هي بتتصفى بسرعه، مش محتاجه حاجه. شايفين كده يا بنات معايا كده ميه البصل اهي، لونها بامبي كده شويه من البصل الاحمر. وزي ما قلت لكم يا بنات البصل الاحمر مفيد جدا للشعر. هنجيب بقى يا بنات معلقه من الفازلين، هناخد معلقه واحده من الفازلين ده، معلقه واحده كده يا بنات. هننزلها على ميه البصل، وعشان تدوب معانا هي مش هتدوب كده، لازم نعمل لها حمام بخار. هنجيب بوله تانية كده اكبر شويه وهنحط فيها ميه سخنه من الكتل زي ما انتم شايفين كده بنات البخار. هحط بقى البوله اللي فيها الميه بتاعه البصل دي فوق البوله دي، وهحاول انا ادوبهم كده مع بعض على البخار. هقلب فيهم كده شويه بنات بحيث ان هم يدوبوا كده الاتنين كده مع بعض. زي ما قلت لكم يا بنات الوصفه دي هايله جدا. احنا طبعا عارفين فوائد البصل، قد ايه بيفيد فروة الراس وقد ايه بيغذيها وبيحفز جدا نمو الشعر. فالوصفة دي هايلة جدا يا بنات. الوصفة دي هندية، وصفة حلوة جدا انا مجرباها. قبل ما بعمل لكم اي وصفة بكون مجرباها الاول. هدوب فيهم كده بنات زي ما انتم شايفين كده، ابتدى ان هو يدوب معايا خالص وبيبقى الفازلين مش موجود. هتفضلي بس تقلبي كده شوية، هيطول معاكي بس شوية في التقليب. بس كده بنات انا دوبته. هرفعه بقى من المية دي وهقول لكم بقى هنعمل فيه ايه. ممكن الوصفة دي تاخديها على طول وتوزعيها على شعرك وتسيبيها على شعرك لمدة ساعة، وبعد كده تغسليها بالشامبو عادي. والريحة كمان بتاعتها مش هتبقى موجودة لان انتي غسلتيها بشامبو يكون حلو وريحته حلوة، فهينتهي خالص اثر البصل ده. ممكن نعمل حاجة تانية. ممكن يا بنات نحفظها عندنا، هي هتتجمد بعد شوية من الفازلين اللي احنا عملناه. ممكن نحفظها عندنا في عبوة ونزود عليها اي روايح تكون ريحة عطرية حلوة كده، ونحفظها عندنا وندهن منها شعرنا. او زي ما قلت لكم ان انتوا ممكن تستخدميها على طول دلوقتي حالا، تحطيها على شعرك وتسيبيها لمدة ساعة وتغسليها بالشامبو. عندك طريقتين اهم كده بنات، ممكن تستخدميهم اي طريقة فيهم تعجبك. بس كده بنات
يا رب يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا منه، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة، في رعاية الله وحفظه.